اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وسعاده وهنا. اهلا بيكم وحلقه جديده. النهارده هنعمل الرز ابو وش مكرمش وفي الفرن، يعني ممكن تعمليه كده وممكن تعملي كده بنفس الخطوات. تمام. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تحطي لايك وتشيري الفيديو عشان يوصل لعدد كبير ويبقى فيه تفاعل. يلا بينا نسمي الله ونبدا. اول حاجه يا بنات اهوت معايا طبعا كيلو لبن، ده كيلو لبن ونص ميه. تمام، يعني ده كيلو ونص كده لبن على ميه، كيلو لبن ونص ميه. طبعا اللبن بتاعك منه دسم جدا، رحت حاطه عليه نص ميه، يعني كوبايتين ميه كده. تمام، خلاص كده. ومعايا الرز بتاعي هو انا نقعاه بقاله نص ساعه اهوت في الميه. هعلق عليه هحطه على النار يستوي. استوى معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. ومعايا 3 معالق نشا كبار و3 معالق او ظرف كيس كريم شانتيه، لا ظرف لا 3 معالق، وكوبايه سكر بس كده، وكيس فانيليا. خلاص اهوت انا غليت اللبن. اول ما يغلي اللبن معايا طبعا الرز بتاعي مستوي بتنزليه فيه بس كده. طبعا الرز ما تسووش قوي عشان لسه هيستوي في الفرن. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين. هبدا بقى اقلبه كده تمام كده يا بنات. وبعدين بتنزلي بكوبايه السكر، بتنزلي كوبايه السكر دي حسب الرغبه، ممكن تحطي كوبايه ونص لو انت بتحبيه مسكر قوي، بس هو مبدئيا كده هو كويس جدا. كوبايه السكر دي كوبايه 150 جرام سكر. تمام، خلاص كده قلبته كويس بقى، وبهدي النار خالص عليه على ما اعمل النشا بتاعتي. النشا بتاعتي هي 3 معالق كبار نشا، كبار مليانين نشا. تمام، بتحطي نص كوبايه ميه عشان تفككيه. طبعا ما ينفعش تحطيه على الحليب وهو سخن، بتنزليه بتفككيه كده في الميه، في نص كوبايه ميه، وبعدين تنزليه على الحليب بتاعك. تمام، معايا هنا 3 معالق نشا همت، هتحطيهم برده في نص كوبايه ميه زي ما انت شايفه كده، وبعدين تفككيهم في نص كوبايه ميه او نص كوبايه حليب اللي انت عايزاه حطيه. اول ما يفك معاكي اهوت زي ما انت شايفه بتروح حطاه على الحليب بتاعك. طبعا انت مهديه النار خالص عليه، شايفينه ماسك ازاي وزي العسل ازاي. مش هيحتاج نشا معايا تاني، احنا حطينا 3 معالق كبار يا بنات نشا. ركزي 3 معالق كبار نشا، يعني لو احتاجتي نص معلقه كمان حطي برده شويه ميه، وتروحي حاطه نص معلقه نشا وتزودي بيها. خلاص كده اهوت هو غلي معايا وجهز معايا اهوت زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى اعمله في الطواجن بتاعتي. الطواجن بتاعتي خطيره، اعمليه بالطريقه دي هتعجبك جدا جدا جدا. احلى من الاولاد بيشتروه من بره، واطعم من الجاهز، واحلى من المحلات. تحفه تحفه تحفه. انا عملت اهو في الطواجن، وعملت برضو في اطباق عشان نعمله ابو وش مكرمش اللي الاولاد بيحبوه يجيبوه من بره اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هو عمل معايا اهوت الكيلو حليب على الكوبايتين ميه، عمل معايا 4 طواجن اللي هو الحلو اللي هو الوسطاني، ومعايا طبقين كمان من اللي هو العادي. تمام، طبعا العادي ده احنا هنغطيه عشان يبقى وشه مكرمش. كل ما تغطيه ويقعد فتره طويله وشه بيكرمش من فوق. طبعا البخار بيتكتم جواه، ما تفتحيش عليه خالص الا بعد شويه كتار. تمام، خلاص اهوت زي الفل معايا، طلع معايا زي العسل على قلوبكم. الف هنا على قلوبكم، وتسلم ايديكم وعيونكم مقدما. جميل جدا جدا. قومي جربيه بقى وقولي رايك في التعليقات. زي العسل، شايفين الجمال. طبعا انا حطيت شويه ميه لان ما كنتش سخنت الطواجن بتاعتي. لازم ان تحطي ميه في صينيه عشان الصينيه بتاعتك بس ما تتحرقش، لا اما تحطي الطواجن بتاعتك في الفرن تسخن شويه وبعدين تدخليها من غير صينيه. هتحطي صينيه حطي شويه ميه في قاع الصينيه من تحت. تمام، خلاص اهو يا بنات زي ما انتم شايفين اهوت. هو قاعد معايا بالظبط يعني ما كملش من 10 دقايق لربع ساعه، ما بياخدش اكتر من كده. ما تنسيش تقولي رايك في التعليقات، وتقولي لي بتتابعيني من انهي بلد. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. مع السلامه.